الداخلي والتحالف الوطني للمعارضة العراقية. البعض يقول لك يا دكتور أحمد يعقد مؤتمرات اجتماعات. البعض من يتصور دكتور انه هذه الاجتماعات يقول لك هذه مو منتجه، من هذول ايش راح يسوون؟ هذا تزييف للحقائق. احنا دقينا اساس في بلد، في دوله عظمى تعترف بهذا النظام هي انشاته، اما يطلع واحد. احنا ما نسوي مؤتمرات، احنا نسوي مجموعه لقاءات. كبار السن هؤلاء اللي يستهزئون بهم، هذول الشيبه وعايشين في الغربه، عندما هذا يجب ان يحترم. هذا اللي ما يحترم الشيبه ما يحترم ابوه واصله. هذا هو الاصل دكتور علي. هذا الشيبه اللي اقدامه يعني واصله الى يعني في اخر العمر، الله يطيل اعمارهم، ويدافع عن بلده ويحضر ويجي من مسافات بعيده. هذا يساوي اكثر من زعيم متخلف او واحد مشغلق صانع عنده. لذلك المعارضه العراقيه هي مو مجموعه ندوات ومؤتمرات. كلام قوي. نعم، صوت حر وصل الى اعلى المستويات في امريكا وبداوا يتبنوا الخطاب. لذلك هم شو يحاولون يشوهون من هاي القضايا، ماكو مال التنمر وغيرها، ما راح توقفنا. ولكن سوف ياتي اليوم اللي نكشف للشعب العراقي شنو ارتباطات هؤلاء. مو عبالهم ادعاء، لا، عندنا بالادله وبالوثائق. ولذلك ابنائنا شبابنا شاباتنا لا تستمعون الدوله، لان ذولا ما يدافعون عنكم، يضحكون عليكم. ولذلك مشروع المعارضه هو مشروع حقيقي واسع ويتوسع، والى خطابه السياسي والى منهجه العملي.